السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم من جديد في القناه. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شكرا على التعليقات الزوينه اللي خليتوا لي في الفيديو الاخير ديال الجوله في المدينه في اجواء ثلجيه. فرحت بزاف، وشكرا كاع المشتركين والمشتركات اللي انضموا للقناه من جديد من جميع الدول. تنقول لكم مرحبا بكم. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غندير واحد الوصفه كيبغيوها كاع الكبار والصغار، هي البيتزا. خلينا ندوزو للمقادير. باش نصايب هاد البيتزا غنحتاج هنايا درت 5 ديال الكيسان ديال الدقيق مخلطه ما بين الدقيق الابيض ودقيق القمح الكامل. الكيسان اللي عبرت بهم هما هادو. هاد الكاس هذا راه نفس العبار ديال كاس العنبه اللي عندنا في المغرب. يعني كيف درت 5، درت الدقيق الابيض مغلب على دقيق القمح الكامل. درت شويه ديال العسل هنايا، معلقه كبيره. درت 2 معالق صغار ديال الملحه. هادو اللي استعملت. نتوما راكم كتعرفوا القياس ديال الملحه ديال الدقيق ديالكم. من 3 ديال معلقات صغار هما تيكفيوني لهذا المقدار ديال الدقيق. ودرت هنا شويه ديال الزعتر. وغنحتاجوا الخميره. درت هنا معلقه صغيره ونص مع شويه ديال السكر والماء دافي باش تفاعل. بدا تطلق داك الفقاعات ديالها ديال المعلقه اللي استعملت. ما عرفتش شحال من غرام فيها. المهم ديروا الخميره القياس اللي تخمر لكم الخبز ديالكم. وغنحتاجوا زيت الزيتون. غندير 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. وخلاص الماء دافي باش غنعجنو. الخميره هي خمرات غنضيفها هنايا. وغندير قياس ديال 3 معالق كبار ديال زيت الزيتون. وغنبدا نعجن. غنبقى ندير الماء بالتدريج حتى نحصلوا على القوام اللي باغيين حنا ديال العجينه ديال البيتزا. نخليو العجينه ديالنا تدلك مزيان. هنا الاشاره راه درت الدقيق بالزايد لان غندير واحد الوصفه اخرى بهاد العجينه من بعد نشاركها معكم. العجينه ديالنا تدلكات. ندير لها شي شويه زيت بلديه من الفوق ما تكونش ديك القشره القاصحه من الفوق. وغنخليها تخمر واحد نص ساعه ورجع معكم. انا رجعت معكم. ها العجينه ديالي راه خمرات. شفت على هذا الشكل هذا. غنعطي لنا داك الهواء. قسمها على جوج، وحده كبر من الاخرى. هذا محتاجه ندير بها واحد حاجه اخرى. نخليها ابا ونخدموا هذه ديال غنقرصها بهاد السميده ديال الذره. هما راه عندهم الطريقه ديالهم باش كيبقاو يديروا لها هكا وهكا. انا ما كنعرف لهاش. غنحاول نبسطها بطريقتي لان خصني نخلي هاد الجوانب شويه مرفوعين. انا هكا طريقتي كنبقى غادا هكا كنبسط مع الجناب بحال هكا. مره كيهزوها الفوق كيبداو يلويو من هاد الجهه لهاد الجهه. انا ماشي بروفيسيونيل. المهم نستمر على هاد الشيء تنقادها ونديرها في اللاطه. المهم انا كرست العجينه ديالي على هاد الشكل هذا. نورمالمون انا كنديرها رقيقه، ولكن اليوم خديت العجينه بالزيت شي شويه، لكن ماشي مشكل. كنخلي لها هاد الحاشيه هكا غليظه. كاين اللي كيدير تشيز في هاد الحاشيه وكيلوي عليها. انا اليوم كنت باغا نديرها في الاخر، غير طايه حتى لاخر لحظه. كتجي زوينه بالفرماج لداخل، ولكن ماشي مشكل نديرها عاديه اليوم. غادي نطيب هاد البيتزا ديالي على الحجره ديال البيتزا. عندي انا هاد الحجره هادي ما تديوش عليها رخام مسخه لان
هذا يدل انني كنستعملها بزاف في البيتزا. زوينه. غنشعل الفران نخلي الحجرات تسخن. المهم خليت الحجرات تسخن تقريبا شي 20 دقيقه حتى تسخن. على ما تسخن انا غنصايب التوبينغ ديال البيتزا ديالي. انا ما كنطيبش العجينه بوحدها وعاد كنرجع ندير الاخر، كنطيب كلشي بدقه واحده. غنتشكل البيتزا ديالي بهاد الفرشيطه. ندوز نشارك معكم التوبينغ ديال البيتزا، يعني الخضار اللي غنزوقوا بها البيتزا. عندي هنا الفلفله مشويه بالالوان الخضراء والخضراء والصفراء. ممكن تستعملوا الفلفله العاديه من غير ما تكونش مشويه، انا كتعجبني مشويه لان متوفره عندي. وعندي شويه الكاشير بقى لي شويه قلت راه نستعملو نضيفو. لا بغيتو تخليوها فيجيتاريان تستغناو على الكاشير. هنا عندي البصله اللي حمرتها شي شويه. نورمالمون ديروا البصله خضراء كتجي زوينه، ولكن انا ما كنقدرش عليها كضرني في المعده. حمصتها شي شويه هكا بشويه الزبده وشويه الملحه. هنا عندي الفطر. غنستعمل المعلب هو اللي متوفر عندي، ما عنديش الفريش. كما كتعرفوا الجو خايب ما فيه ما يخرج، عاد نمشي نجيب الفريش. قلت نقضي باللي كاين، دائما نقضيو بداكشي اللي عندكم في الدار. هنا عندي القوق، عندي واحد تقريبا 3 ديال القوقات. هذاك القلب ديال القوق مسلوق، ما مسلوقيش شويه ماشي بزاف، وقطعته على الطريفات هذا مكعبات. هنا عندي شويه ديال الذره، هذه اختياريه. عندي شويه ديال الزيتون اسود، ممكن تستعملوا اي نوع من الزيتون. وهنا صلصه هذا لاصوص طوماط ديال البيتزا. هذه كنشريها انا جاهزه من كاسكو، ولكن لو بغيتو تصايبوها ديروا حكوا غير مطيشه، ولا استعملوا ديك مطيشه الحك وزيدوا لها شويه د الماء هكا، وزيدوا شويه زيت البلديه وشويه ديال الزعتر وشويه ديال بيز الحبق وشويه البزار والملحه، وخليوها قليوها شي شويه هكا وصافي. خليوها تبرد وعاد ديروها في البيتزا ديالكم. انا حيت عندي هذه جاهزه قلت راه نستعمل هذه اللي عندي جاهزه. وبطبيعه الحال الفرomاج انا عندي هذا الموتزاريلا بلاتي ونحكم غير نحكم دابا يذوب ليا، كما كتعرفوا الكوزينه سخونه. وعندي تشيدار هذا الماربل وان، غنستعمل هاد الجوج هادو. نتوما تستعملوا نوع التشيز اللي عندكم في الدار. وغندير صلصه الطماطم. انا ما تنكثرش صلصه الطماطم بزاف لانه ما كتعجبنيش تجيني حامضه. انا حكيت هذا الفرomاج موتزاريلا مع تشيدر، غندير واحد شويه في الاول هنا. بعد ما درت الفرomاج غنزيد دابا هذا القوق ونستفو عشوائي هكا باش يكون كل بلاصه فيها طريف. انا كندير حتى القرعه في البيتزا ساعه ما توفرش عندي اليوم. انا كيصحابني عندي ساعه ما لقيتهاش في الثلاجه، داكشي علاش درت القوق بلاصتها. نديرو هذا الفطر يكون جميع الاماكن. ندير هاد الفلفله، عرفتي هاد الفلفله حمراء تجي في بيتزا زوينه. الخضراء هاد الفلفله نشفوها من داك الماء ديالها، لان باش تكون مشويه كيكون تطلق داك الماء. انا راه نشفتها بداك ورق المطبخ. دابا نحطو شويه ديال كاشير، شويه ديال مايس ذره تعطي اللون زوين طعم زوين. راه كاين اللي كيدير الاناناس في هاد البيتزا تكون داك مالح حلو. كاين اللي كيعجبو كاين اللي ما كيعجبوش. نديرو البصله، كتعجبني انا البصله محمره كتجي زوينه، تعطي واحد لوغو زوين. نسيت ما قلتلكمش كنزيد شويه ديال الزعتر من الفوق. شي حاجه اخرى
وشويه ديال الحبق، وغنزوق بالزيت والكحل اللي حيدت له العظم. شوفوا لي هاد اللوينات كي تيجيو زوينين، شهوه منهم. شفتوا على المنظر ديالهم غزال. المهم دابا غنزيد الفرomاج. اظن هذا القدر كافي ديال الفرomاج. ها هو الشكل ديالها قبل ما ندخلها للفران. انا استعملت هاد اللاطه بحال الرمايه، هي باش غنرمي فوق الحجره بهذا الكاغيط ديالها باش ما تخسر ليش حتى تشد راسها البيتزا، وعاد نحيد هاد الكاغيط ونخليها هي منها الحجره باش تجي محمره زوينه. فاش كطيب على الحجره كتجي زوينه. بقى معايا. انا درتها فوق الحجره بالكاغيط ديالها على ما تشد الطياب ديالها، ونحيد داك الكاغيط ونخليها منها الحجره. الحجره راه سخونه والفران راه دايره على 370 درجه فرانايت. بالنسبه لديك العجينه اللي بقات غنديرها على شكل فوكاتشا الايطاليه. نجيبوا لاطه هكا ندهنوها بالزيت البلديه، وغنجيب ديك العجينه وغنسرحها فيها بديك الزيت هكا. نديرو بيدينا هكا. خص هذيك الفوكاتشا كتجي فيها داك الاثار ديال الاصابع هكا بطريقه عشوائيه. كاين اللي كيديرها مستطيله، كاين اللي كيديرها دائريه. انا فضلت نديرها دائريه على هذا الشكل هذا. هاد الفوكاتشا كنديروا لها زيت البلديه من الفوق على هذا الشكل هكا، وكنزوقوها بالثومه اللي مقطعه على هذا الشكل هكا. نحشيهم هكا لداخل، نحاول ندخلهم لداخل هكا بهذا الشكل. بالنسبه للفوكاتشا كتحتاج ازير طري، بس انا ما عنديش ازير طري، غنستعمل غير هذا اليابس. نديرو من الفوق على هذا الشكل. ما غنحكو لا بين يدي لا والو، نخليه هكا كبير باش يجي الشكل ديالو زوين. على الشكل هكا. نزيد شويه باش كيعطي واحد لوغو غزال. وغنزيد شويه د البصله اللي محمره، هما كيستعملوا لهاديك كاراملايزد اونين. انا درت هذه هكا، ما خليتهاش تتحمر مزيان. هاد الشكل بارك عليها. كل واحد شنو كيدير فيها، كاين اللي كيدير فيها زيت والكحل، كاين اللي كيدير فيها الفرماج لداخل وعاد تيلويها. كل واحد كيفاش كيدير لها. المهم انا شاركت معكم هاد الطريقه هذه، اللي عنده شي طريقه اخرى يصايبها. وغنحكو عليها من الفوق هاد بارميجانو ريجانو. ندير واحد الكميه. هذا القدر كافي. وهما كيديروا فيها داك الكورس سولت، ديك الملحه اللي كتكون غليظه. انا عندي هاد الهيمالايان سولت، ولكن مشكله كتطحن، ما عنديش كي ندير نحلها. كان عندي كي ندير نحلها نخليها كتصحيحه. ندير غير واحد الرشيشه صافي. هذا كافي. هذا هو الشكل ديالها. غنخليها تخمر ومن بعد عاد نخبزها. ها البيتزا ديالي راه قربت طيب. كل مره كنطلع عليها نشوف شكلها زوين. اوكي، بغيتي نوريكم. شوفوا من التحت كي دايره طايبه ما شاء الله. شتي هو الفائده ديال الحجره، كطيبها من داكشي د الرفيع. ها البيتزا ديالي خرجت من الفران، تجي على هذا الشكل. تجي غزاله طايبه مقرمله.
على الحجره فنا شهوه منها. نخليها تبرد ومن بعد نحطها في الطبسيل ونرجع معكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا اللي وجدت اليوم معكم. كتجي زوينه، شوفوا الشكل ديالها غزال. معكم طريف لانه جاتني في الطبسيل كبيره ما جاتنيش مزيانه تقطع. غنقطعها على هاد اللاطه. ها هو الشكل ديال البيتزا ديالنا، راه باقا سخونه. كتجي شهوه منها. نورمالمون انا كنديرها رقيقه، ولكن جات اليوم شويه غليظه، ولكن ماشي مشكل، جات زوينه. شتيو كان درت الفرomاج لداخل هنا غيجي رائع. مره اخرى نشاركها معكم. المهم هذا هو الشكل ديالها. نتمنى تكون عجباتكم الوصفه، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم. ندوزو ناكلو. انا دغيا ودعتكم، باقا ما خرجت لي الفوكاتشا من الفران، باقا الاكله الثانيه. المهم انا الشكل ديالنا هو هذا ديال البيتزا. وهذه هي الفوكاتشا ديالي، راه خرجت من الفران. شفت على هذا الشكل، راه هي طيبتها على الحجره. شكل تجي من التحت طايبه مزيان محمره. غير تبرد ونقطعها معكم. غنقربها لكم. كيجي الشكل ديالها زوين. هذيك النسمه ديال الثومه مع البصله ومع البارميجانو ريجانو ولا ماشي الزعتر الاخر، ازير، غزاله ريحتها. انا قطعت لكم طريف، مبغيتش نقطع على الخشبه، نحاول عليها لا تخسر ليا. ها هو الشكل ديالها كيجي زوين. باقا سخونه. وهذه هي الفوكاتشا ديالي اللي درت معكم اليوم بنفس العجين ديال البيتزا، ما كتختلفش على البيتزا ابدا. نتمنى تكونوا استمتعتوا معايا في هذا الفيديو، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.